الحمد لله إن هي لا ماشية بمزاجي ولا بمزاجك، والحمد لله إن ليها رب كريم هو اللي بيدبر الأمر في أحسن ما يكون. جاي أحكي لكم قصة تفسر معنى اللي أنا بقوله. ليا حد من أصدقائي، حد جميل وكان محترف في شغله ومعروف عنه إنه فوق الممتاز، ولذلك جاله عقد عمل في إحدى الشركات العالمية في فرع ليها في دولة خليجية، وراح مسافر واخد مراته وعياله كمان، ولأنه هو حد نزيه شويتين معيش الولاد، وفعلا عيشهم حياة كريمة وقعدوا هناك حوالي 5 6 سنين، وابتدى يسكن في كومباوند وجاب عربية BM اللي كان نفسه فيها، وعاش الحياة كما ينبغي أن يعيشها الإنسان النزيه، وبقى ينزل ويظبط اموره في البلد ويشوف يدفع قسط، عايز يجيب شقه فين، يعمل ايه بتاع، والحياه مستمره وزي الفل. لكن ربنا اراد لي ان كان عنده بنت مع الاسف عندها مرض يعني عضال ومستمر ومزمن معاها، فبقى يتابع مع الدكاتره هناك وراضي وحامد ربنا على جميع العطايا اللي اداها له. وفي نفس الوقت نسيت اقول لكم، الشركة دي كان ليها شرط واحد وهي بتمضي معاه العقد، ان هم يقدروا يفسخوا العقد في اي وقت هم عايزين. وقد كان في لحظة وفي يوم وهو رايح الشغل لقى المدير بيقول له احنا خلاص عنك مستغنيين، في تسريح لعدد من اللي شغالين وانت واحد من اللي ماشيين. جت بالنسبة له صدمة، وصديق لانه هو مؤمن فخدها بصدر رحب شويتين، لكن من جواه كان متضايق. يعني اي حد في مكانه بني ادم، ما انت ماشي والدنيا سالكه معاك ومخطط مستقبلك ودافع اقساط وعارف ان الدنيا ماشيه معاك حلو، فجاه حنفيه اتقطعت وهترجع تاني بلدك وما بقاش فيه الدخل اللي انت كنت عايش بيه. طب هتعمل في الاقساط ايه؟ لا، جمع ماله واولاده واللي فاضل له في البلد وخدهم وراح نازل. واول ما جه البلد قعد ما فيش اسبوع اسبوعين، ولان بنته زي ما بقول لكم عندها مرض محتاج ان هو يتابع على طول، ابتدى يتابع مع دكتور هنا في مصر. واتفاجئ اول ما راح له ان الراجل بيقول له انا شاكك في شيء معين، تعالى نعمل الاشعه الفلانيه. وقد كان قال له في مشكله عندها في مرضها، الدكاتره اللي كانوا بيعالجوها بقالهم سنين ما كانوش واخدين بالهم منها، ولو اتاخرنا عنها شهر ولا شهرين ربنا وحده اللي اعلم بايه اللي كان هيحصل لها. وابتدى ياخد البروتوكول المعهود لهذه الحالة، وأنقذ البنت ومشيت الحياة معاها سليمة وكملت علاجها والحمد لله بقت زي الفل. وقف صاحبي فعلا وركز شويتين، ده ربنا عطاؤه خير، وممكن يكون عطاؤه فيه بعض من الفتن، لأنه حسب ما بيدي العطاء ده للمتقين ولا الناس المنافقين، لكن دايما منعه قطعه لأي شيء بأسبابه دايما هي الخير. يعني لو كان قعد وكمل مع الدكاترة اللي هم هناك ما كانوش هيوصلوا للموضوع، لان ما وصلولوش من زمان، لكن ربك اراد انه يتقطع رزقه من هناك عشان ينزل ويقابل الدكتور اللي عنده من العلم ويقول له اوعى، هنا في مشكلة ولازم نلحقها. سبحان رب العالمين، لو هي ماشية بإرادته كان هو قال لك اقعد اكمل في البلد اللي انا فيها، لكن ربك هو اللي مدبر الامر. عرفتوا ليه بقى بقول لكم؟ الحمد لله اللي ليها رب كريم هو اللي بيدبر الامر. يا جماعة مش كل اللي احنا شايفينه وفاكرينه ان هو خيرنا بيبقى خيرنا، ولا اي حاجة نشوفها شرنا تطلع شرنا. سبحان المقيت الحسيب، هو وحده اللي عارف امتى العطاء يبقى خير والمنع كمان يبقى خير وخير. ربنا يصلح حالي وحالكم ونبقى من الناس المتقين اللي مسلمين امرهم لرب العالمين، ويبقوا عارفين ان قطعه خير ومنه وعطاؤه خير. السلام عليكم، تتمسوا بكل خير.